السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة الدولة العثمانية وحلقة جديدة من التاريخ العثماني. إذا كنت ترى أننا نقدم محتوى جيد وهادف فلا تبخل علينا بدعمك، ودعمك لنا عبارة عن الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ومشاركة الحلقة مع أصدقائك وتفعيل زر الجرس. على بركة الله نبدأ. ما سبب التزوير المتعمد لتاريخ السلطان العثماني سليمان القانوني؟ التاريخ الإسلامي تعرض عبر مراحله لحملات عاتية من التشويه والتزييف لأهداف سياسية أو مذهبية، ولكن في كل مراحله كان التشويه والتحريف يتم بأيد تنتسب للإسلام بصورة من الصور، إلا التاريخ العثماني فقد نال هذا التاريخ حظه الأوفر من التشويه على يد الأوروبيين الذين يحملون قدرا مهولا من الحقد والعداء للدولة العثمانية التي أذاقت أوروبا والأوروبيين طعم الهزيمة والذل والانكسار لقرون، مما جعل الأوروبيون يجتهدون أيما اجتهاد من أجل تشويه تاريخ الدولة العثمانية العلية، وسجلوا عن العثمانيين كل سلبية وجالت بها أقلامهم وحلقت بها أفكارهم، وتجاهلوا كل إيجابية ونظروا إلى التاريخ العثماني بعين البغض التي تبدي المساوئ وتتغاضى عن أي حسنات. فالذاكرة الأوروبية لم تنس يوما ما قام به العثمانيون في القارة الأوروبية. لم ينسى الأوروبيون أبدا فتح القسطنطينية سنة 1453 ميلادية على يد محمد الفاتح، وتحويل كنيسة آيا صوفيا إلى مسجد، في أكبر إشارة على ظفر الإسلام على أوروبا، وكيف أن العثمانيين قد وسعوا رقعة الأراضي الإسلامية لتشمل معظم يوغوسلافيا والمجر وبولندا ونصف روسيا وبلغاريا ومقدونيا ورومانيا واليونان، وامتدت ولاياتها عبر 3 قارات. الذاكرة الأوروبية لم تنس كيف وقف العثمانيون في وجه أوروبا على مختلف الجبهات، فقد هاجموا شرق أوروبا لتخفيف الضغط الواقع على مسلمي الأندلس، وواجهوا البرتغاليين في جنوب الخليج العربي، وواجهوا الأسبان في شمال إفريقيا وسواحل البحر المتوسط، وواجهوا الروس القياصرة في وسط آسيا، وواجهوا البرتغاليين في شرق إفريقيا. ولم يستطع الأوروبيون احتلال المنطقة الإسلامية إلا قبيل سقوط الدولة العثمانية، في حين أن البلاد التي لم تخضع للدولة العثمانية مثل الهند وأندونيسيا وماليزيا وقعت مبكرا بيد الاحتلال الأوروبي وعانت منه لما بعد الحرب العالمية الثانية. ولم ينسى الأوروبيون أن العثمانيين قد قاموا بنشر الإسلام في العديد من أجزاء أوروبا، وأن مسلمي أوروبا عامة وشرقها خاصة يدين بالفضل للدولة العثمانية في دخول الإسلام، حتى أصبح للمسلمين جاليات كبرى في أوروبا كانت مجهولة لكثير من المسلمين، حتى وقعت مجازر البوسنة والهرسك في أواسط التسعينيات. الذاكرة الأوروبية متخمة بالكثير من المشاهد المؤلمة والتي كان العثمانيون سببا مباشرا فيها، فالأوروبيون لم ينسوا معارك كوسوفو الأولى والثانية، وموهاكس، وحصار فيينا وبلغراد ونيوكوبوليس وفارنا والقسطنطينية وغيرها كثير. كما لم ينسى الأوروبيون كيف أن العثمانيين قد أخذوا الأطفال اليتامى من البلاد المفتوحة في أوروبا وربوهم تربية إسلامية خالصة، وشكلوا بهم نواة الجيش العثماني الشهير بالإنكشارية، والذي ظل مصدر قوة وفخر العثمانيين لفترة طويلة من الزمن. الأوروبيون ومن صار على ضربهم من العلمانيين والمفتونين في بلادنا كانوا وما زالوا يحقدون على الدولة العثمانية ويكرهونها بشدة، ورغم كل ما جرى للدولة العثمانية والأتراك على يد الأوروبيين، إلا أنهم ما زالوا يعتبرون العثمانيين المسلمين الخصم التاريخي اللدود الذي لا تنمحي عداوته ولا تفنى كراهيته. لذلك فهم لا يدخرون وسعا في قطع الطريق على أي فكرة أو مشروع للحديث عن أمجاد الدولة العثمانية وتذكير الناس بمآثرها. من هذه الزاوية ولكل هذه الأسباب
كان المسلسل التركي الشهير حريم السلطان الذي تولى سيرة أعظم سلطان عثماني ظهر في أوائل الحقبة المعاصرة، وهو السلطان سليمان القانوني، الذي يعتبر عصره هو ذروة النفوذ والاتساع والقوة في الدولة العثمانية. فقد كانت الدولة في أقصى اتساعها الجغرافي ونفوذها السياسي وتقدمها العلمي واستقرارها الاجتماعي وثباتها المؤسسي وثرائها الاقتصادي وتفوقها العسكري وذكائها الدبلوماسي أيضا، حتى إن الأوروبيين قد أطلقوا على سليمان القانوني لقب الفخم، وهو السلطان العثماني الوحيد الذي قهر الإمبراطور شارل كان عاهل الإمبراطورية الرومانية الشهيرة، وحاصر عاصمته فيينا وكاد أن يفتحها. منتجو ومؤلفه ومخرجو هذا المسلسل أرادوا تقديم الدولة العثمانية على أسوأ مثال وبأسوأ صورة، بصورة الدولة التي ينغمس سلطانها ووزراؤه وقادة دولته في الخمر والنساء والحريم، وهي نفس الصورة المترسخة في العقلية الأوروبية عن المسلم عامة والمسلم العثماني خاصة، صورة الرجل الذي لا يفكر إلا في شهوته وملذاته، صورة السلطان العثماني في العقلية والثقافة الأوروبية، ليس له هدف سوى الجلوس مع الحريم والتنقل بين أفخاذ الجواري والاستماع لنميمة هذه وتلك، على الرغم من أن السلطان سليمان الأول ظل في جهاد مستمر على عدة جبهات لأكثر من 30 سنة، ولم يعرف الراحة إلا في أواخر أيامه بعد أن تقدمت به السن. بضاعة أوروبا اليوم ترد إليها عبر هذه الأفلام والمسلسلات التي ينتجها العلمانيون والكارهون لتاريخ الأمة المجيد، مسلسلات وأفلام تشوه التاريخ وتطمس الأمجاد وتبرز السلبيات وتضخم الأخطاء وتجافي الحقائق وترسخ في عقول الناشئة هذه الصورة السيئة والمعيبة عن التاريخ الإسلامي في أزهى عصوره بصورة سينمائية باهرة تخلب الألباب وتجذب الأنظار. أوروبا اليوم تصفي حساباتها مع الإسلام والمسلمين وتحاول الأخذ بثأرها، ليس من الدولة العثمانية كما يظن الكثيرون، ولكن من الإسلام نفسه وتاريخه العظيم. يروى عن السلطان سليمان القانوني الخليفة العثماني أن موظفي القصر أخبروه باستيلاء النمل على جذوع الأشجار في قصر طوبقبي، وبعد استشارة أهل الخبرة خلص الأمر إلى دهن جذوعها بالجير، ولكن كان من عادة السلطان رحمه الله حين يقدم على أمر أن يأخذ رأي مفتي الدولة الذي كان لقبه الرسمي شيخ الإسلام، فذهب إلى أبي السعود أفندي بنفسه يطلب منه الفتوى، فلم يجده في مقامه، فكتب له رسالة ببيت شعر يقول فيها: إذا دب نمل على الشجر فهل في قتله ضرر؟ فأجابه الشيخ حال رؤيته الرسالة قائلا: إذا نصب ميزان العدل أخذ النمل حقه بلا وجل، في إشارة منه إلى ما هو أعظم وأهم. وهكذا كان دأب السلطان سليمان، إذ لا يكاد ينفذ أمرا إلا بفتوى من شيخ الإسلام أو من الهيئة العليا للعلماء في الدولة العثمانية. وقد توفي السلطان رحمه الله في معركة سكتور أثناء سفره إلى فيينا، فعادوا بجثمانه إلى اسطنبول، وأثناء التشييع وجدوا أنه قد أوصى بوضع صندوق معه في القبر، فتحير العلماء وظنوا أنه مليء بالجواهر والمال، فلم يجيزوا إتلافه تحت التراب وقرروا فتحه، وعندها أخذتهم الدهشة عندما رأوا أن الصندوق ممتلئ بفتاويهم حتى يدافع بها عن نفسه يوم الحساب. فأخذ الشيخ أبو السعود مفتي الدولة العثمانية يبكي قائلا: لقد أنقذت نفسك يا سليمان، لقد أنقذت نفسك يا سليمان، فأي سماء تظلنا وأي أرض تقلنا إن كنا مخطئين في فتاوينا. هكذا كان العلماء وهكذا كان الحكام رحمهم الله جميعا. في نهاية هذه الحلقة يجب أن تكونوا على علم بالمصادر التي اعتمدنا عليها. نتمنى أن تكون الحلقة قد نالت إعجابكم. كان معكم محمد عاكف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.